ليس فقط في هذه القاعة بل ووسط أي بيئة أخرى، ومهما كان موقف البعض من نشاطه إلا أن هذا النشاط يثير انفعالات قوية في العالم كله. فالرئيس بوتين ينظر عليه عالميا على أنه شخصية تاريخية تؤثر قراراته تأثيرا كبيرا وعظيما على مصائر روسيا وعلى مستقبل العالم بأسره. سيد فلاديمير بوتين، الكلمة لكم. أيها السادة والسادة، يا أصدقاء الكرام، يا فخامة الرئيس، أيها السيدات والسادة، قبل كل شيء أريد أن أرحب بضيف الجزائري فخامة الرئيس. أنا سعيد أنه وجد الوقت لزيارة فعالياتنا اليوم. شكرا لكم يا فخامة الرئيس. يا فخامة الرئيس، وأنا أيضا أتوجه إلى الضيوف الآخرين الحضور الكرام، فإن خطابي مكرس لتطوير وتنمية روسيا ومخططاتنا للتنمية في مختلف المجالات، وأنا أنطلق من أنه لذلك أهمية لجميعنا والكثير منكم، لأنه الكثير منكم تعملون في بلادنا وأنتم يعني تدرسون الوضع هنا، ونحن نقدرون تقييمكم للتطورات في روسيا. فمن ذلك سنفهم إذا في داعي للتعامل معنا ولا لا، ذلك يهم الكثير. فأنا أقدر أيضا مداخلات من الضيوف ومن فخامة الرئيس كمان، وما علينا القيام به اليوم في اقتصادنا مطبق أيضا في البلدان الأخرى ربما، وسيزيد ذلك من فرص تعاوننا أيضا. مرة أخرى أرحب بجميع المشاركين والضيوف لمنتدى سنت بطرسبورغ الاقتصاد الدولي في نسخته 26. لما ألقيت خطابا من هذا المنبر في السنة الماضية، أنا عرضت رؤيتي للتحديات التي واجهتها روسيا والعالم برمته، وأنا أسهبت بالخطوات التي نتخذها من شأن ضمان التنمية السيادية المستقرة طويلة الأمد لبلدنا. فأذكركم بأن الربع الثاني في السنة الماضية كان أسرع وقت لاقتصادنا وللأعمال الروسية. عندما تغيرت الأمور بالسرعة، تغيرت أوضاع التسويات والتجارة والنقل. عندما تم إعادة تكوين النسيج الأعمال والاقتصادي بشكل عام، ولكن اليوم يا أصدقاء الكرام يمكنني القول وبحزم أن الاستراتيجية التي اتبعتها روسيا آنذاك والأعمال الروسية آنذاك نجحت، فإنه النزاعات الاقتصادية الكلية الإيجابية تكتسب زخمها. وفي إبريل هذه السنة فإنه الناتج المحلي الإجمالي يزداد ب 3.3% بالمنظور السنوي، ووفق نتائج السنة هو سيزيد بتقريبا 1%. الصندوق النقدي الدولي يقول أنه 0.7%، ولكن أنا أشارك رأي خبرائنا بأنه النمو سيكون شوي أكبر أو تقريبا حتى 2%، وذلك سيمكن بلدنا من الحفاظ على مكانتها ضمن أكبر 6 اقتصادات في العالم.